فيك الامل. الفتحه كده واضح ان هي حمرا. كنت في السوبر ماركت فلقيت لك بيبي بطيخ. انا اول مره اشوف بطيخ بالحجم ده. اخر مره جبت بطيخه بالحجم ده كنت في ثانيه ابتدائي، كنت في شبرا، كانت بربع جنيه. روحت البيت مبسوط بفتح البطيخه كلها قرع، هي بطيخه عاديه بس مش مستويه، كان فعلا الحجم ده. ولقيت بطيخ منجاوي. طيب دي ب 45 جنيه، دي ب 80 جنيه، فهنفتح واحده واحده ونشوف ايه البطيخ البيبي ده. فبيبي بطيخ ده مريب وغريب، فيلا بينا نفتح ونقول بسم الله. قرب يا مصور. دخلتها كده بتقول لك دي حمرا دم. على فكرة كويس. مش قلت لك حمرا؟ حتى بذرها بص. لا انا اهم حاجه الطعم على ثواني، فكره. ده مفيش فيها بذر أصلاً. ايوه انا بقول لك بص بقى، نفتح كده مرمله جدا. استنى. بسم الله. ودي اجمل لحظه بحبها. خساره ال 45 جنيه. بدون لب. يا خساره ال 45 جنيه. انا بستغرب الناس اللي يقول لك بطيخ بضمان. يعني ايه بطيخ بضمان؟ هنروح عند اي فكهاني بقول له على السكين، يقول لي على السكينه، اقول له افتح يا باشا. لكن ايه موضوع الضمان ده؟ عشان ايه الضمان؟ والله حلوه، والله لونها حلو. ايه رايك؟ ايه؟ جميلة والله من غير بذر. بس مش مسكره. حد عايز يشتري النص ده؟ النص ده للبيع. هنبيعه ب 23. فلو حد عايز يقول لي. تعالى بقى نشوف المنجاوي دي. دي ب 80 جنيه. والله كنت جبت واحده اكبر شويه اهو. تعالى نقول بسم الله. فيك الامل. الفتحه كده واضح ان هي حمرا. ايه ده؟ هو قال لك منجاوي مش قال لك منجاوي. ده البطيخ الاصفر. جربتيه قبل كده؟ بجد جامد على فكره. اهم حاجه الطعم. انا يقع في ايدي ده. تعالى استنى مصور معلش دول اهو. جامده قوي دي. ندوق تاني. اللي ما جربش المنجاوي فايته كتير. دي برضو نص، اللي عايز هتبقى ب 40 جنيه. ممكن تشتري بطيخه الحجم ده ب 45 جنيه بعد المنجاوي. لا يا على وضع. خد يا مصور. لا هاتلي واحدة مش متاكلة. خد يا مصور. الف هنا. بس شوفوا فيديو جديد. كان معاك حسام حسن بيجرب